بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضياءها، وروح الأرواح وسر بقائها. يا مساء الخير أو صباح الخير والسعادة والهنا والسرور على كل حبايبي ومتابعين الكرام اللي اشتركوا في قناتي واللي لسه كمان هيشتركوا. أهلا بكم في فيديو جديد. قبل ما أبدأ الفيديو بفكركم بالاشتراك في قناتي على اليوتيوب وتفعيل الجرس للكل عشان يوصلكوا لحد عندكم كل جديد بقدمه. النهارده هعمل معاكم حلوة جميلة جدا جدا وسهلة وبسيطة ومختلفة، والطعم حكاية والطريقة سهلة جدا جدا. يلا بسرعة اقول لكم على المكونات لان الطريقة سهلة جدا جدا. معايا هنا 3 حبات من البيض، هاخد معلقة كبيرة من البيكنج باودر، معايا كمان فانيليا اهي، معايا هنا ربع معلقة من الملح، كوبايتين كبار من الدقيق، معلقة من قشر البرتقال المجفف، وده السكر اللي احنا هنعمل بيه الشربات. نبدأ بالشربات الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. وعليه المية، وهنحط لهم عصرة ليمونة ونرفعهم على البوتاجاز. دي الخطوة الأولى. الخطوة التانية هننزل هنا بالبيض، كل حبايب قلبي ما تنسونيش باللايك الحلو للفيديو. هننزل هنا بالفانيليا، رشة حلوة كده من الفانيليا. هنحط كمان شوية هنا، هنرش الأول الملح هنا على الدقيق، ناخد المعلقة هنا نحط كده قشر برتقال. تمام كده، تمام كده. ضربت البيض كويس جدا، هنزل كده بالدقيق. بسم الله الرحمن الرحيم. رشه من البيكنج باودر، جربوا الطريقه دي هتعجبكم كتير. طريقه سهله وبسيطه وولادك هيحبوها، واقول لك هتستخدميها ازاي. ممكن تستخدميها بطريقتين، بس ان شاء الله هتعرفي كل ده في اخر الفيديو. كده كل حبايبي قلبتها شويه كده ونزلت عليها بحبه دقيق شويه، انزل بشويه كمان واقلبهم، وانزل بقى بالميه. بسم الله الرحمن الرحيم. كل حبايب قلبي رجعت لكم بعد ما عجنتها كويس بالشكل ده. جبت بس خطوه ممكن تستخدميها وممكن لا، نقطتين بس من اللون الاصفر على معلقه من الميه وهحطها على العجين. ممكن الخطوه دي تستخدميها وممكن لا. كل حبايب قلبي رجعت لكم بعد ما خلصت العجينه بتاعتي بالشكل ده، وسبتها استريحت 10 دقايق بس. هي مش محتاجه تخمير ولا اي حاجه لان ما فيهاش خميره. كده هناخد بقى جزء منها. بسم الله الرحمن الرحيم. الاول هنرش السطح اللي هنعجن عليه بالشكل ده دقيق. ممكن تاخدي لو انت عامله حته صغيره هتاخديها كلها مره واحده وتفرديها. عامله شويه كده حلوين زيي، ممكن تاخديهم واحده واحده صغيره وتفرديهم. هرشها كمان رشه دقيق عشان تتفرد معاكي كويس. بس كده تمام. بقى المردانه ونشتغل فيها بقى. كل حبايب قلبي انا هنا في المرحله دي استخدمت النشابه الطويله دي عشان اعرف ارقها كويس، فلازم تكون مرقوقه كويس عشان تبقى مقرمشه كده وحلوه.
كل حبايب قلبي رجعت لكم بعد ما فردتها بالشكل ده. وشايفين السمك، انا محتاجه السمك ده. تمام كده تمام. نيجي بقى نقطعها كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ممكن تطبقيها، تحطها كلها على بعضها وتقطعيها واحده واحده. المهم انك انت تقطعيها شرايط بالشكل ده. كده كل حبايبي قطعتهم بالشكل ده. هاتني كل واحده كده واحطها على التاني. بس ناخد دول كده ودول مع بعض كده. تمام كده تمام. بصوا بقى، ركزوا معايا شويه. بصوا هنعمل سمك رفيع جدا خالص اهو. رفعي على قد ما تقدري. وبص في حاجه تاني سهله برضو، وبتمسكي دول كده واهو، على الاقل السمك هيطلع معاكوا رفيع خالص. بصي اهو. كل حبايب قلبي هترشي كده دقيق وتعمليهم بالشكل ده. اذا كان في حاجه لزقت في بعضها هتفتحيها كده من بعضها كده اهو. بصي وتركنيهم كده على جنب لغايه ما تعملي شويه التانيين اللي معاكي. هنرش بقى دقيق كده من الناحيه دي كده دقيق، وننفضها كده بالشكل ده. تمام كده تمام. ونقطع الباقي. هتعملي لو انت عامله كذا واحده زي كده هتروحي تقلي وترجعي تكملي عشان ما يلزقوش في بعض. لو عامله واحده بس ورقاها استني لما تعملوهم مع بعض تروحوا تقليهم. لكن انا طبعا عندي كذا واحده، هخلص دي وهقليها معاكم على طول. كل حبايب قلبي رجعت لكم عشان نحمر الحلاوه بتاعتنا. سخنت الزيت كده وخليته لما سخن على الاخر، وننزل بقى بيها كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا شويه شويه كده عشان الكل يتحمر. انا طبعا ولادي حبايبي كملوا لي الباقي وانا بشتغل وحطيتهم في طبق. شايفين الجمال؟ اول ما بتنزل كده بتتنفخ في الشكل ده. هتشوفوا هوريها لكم دلوقتي، بس تتحمر شويه بس. يلا بقى يا كل حبايبي اللي وصل لحد هنا معايا من الفيديو ما ينسانيش بلايك حلو وتعليق جميل من ايديكم زي ما انا متعوده. بصوا الجمال، الصراحه اقتصاديه وبتقطع كتير قوي ما شاء الله. شويه اللي انا عملتهم عملت منهم شويه حلوين. بصوا بقى نسيبها لما تتحمر شويه وارجع لكم تاني. هي مش هتاخد وقت كتير يعني. كل حبايب قلبي رجعت لكم. الحلوه بتاعتي محمرت بالشكل ده. شايفين الجمال؟ بصوا اسمعوا، سامعين الصوت اهو. هننزل بالكميه التانيه بالشكل ده. انا هخلص كل الكميه اللي معايا زي ما انا عملت كده. شايفين الجمال؟ بصوا وهقول لكم باخر الفيديو هتاكلوه بقى ازاي. بصوا هخلص كل الكميه وارجع لكم تاني نقدمها مع بعض. كل حبايب قلبي رجعت لكم بعد ما خلصت الحلوه بتاعتنا بالشكل ده. شايفين الجمال؟ بصوا سامعين الخربشه؟ روعه روعه روعه. بص الكميه ما شاء الله حلوه ازاي. تعالوا بقى اقول لكم احنا هناكلها ازاي. ده حلو وده حادق. تعالوا نعمل الحادق الاول. بصوا هتحطوا عليها اللي انتوا عايزينه تجيبوا طعم. احنا حطينا شويه بابريكا على ملح على شويه توابل وشويه حاجات كده حلوين. وهنرش بقى على الحادق بالشكل ده. شايفين الجمال كده؟ وهنقلبه. سامعين الخربشه؟ بصوا مقرمش على الاخر.
وولادي بقى بيزودوا حاجة حلوة قوي هنا. بصوا بيعملوا كده. ده اول حاجة. تاني حاجة تعالوا ندوق بقى. بصوا روعة. يلا بقى التاني. حط بقى الشربات كده. يا سلام على الجمال. ونقلب بقى كده. في حاجة احلى من كده؟ اقتصادية وسهلة وبتقطع كتير ومكوناتها موجودة في البيت. بصوا نزود كمان. بصوا عشان كل الحلوى تاخد الشربات من فوق ومن تحت بالشكل ده. هتقدميها بالشكل ده براحتك، وتحطيها في طبق كده، في طبق تقديم، هتحطيها في اطباق صغيره لاولادك. بصوا انا هعمل كده عشان التصوير يعني. هجيب القالب بتاعي. بصوا هنزل هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. على فكره هي هتمسك في بعضيها. سويها بالشكل ده كده. تعالي ونضغط عليها كده. نرجع لكم بعد ما تتماسك شويه عشان نعرف نقطعها مع بعض. تكون بعد ما خلصت الحلوى بتاعتنا بالشكل ده، خرجتها كده من القالب. المفروض تقعد لها كده حوالي ساعه تاني لغايه ما تجمد شويه. مش قادرين نسكت عليها الصراحه عشان ندوقها. بصوا يلا بقى احنا وريتكم. حطيت عليه الاطعمه اللي قلت لكم عليها، شويه توابل كده، على شويه بابريكا، على شويه حاجات. طعم الصراحه تحفه. ده المملح. عندنا بقى الحلو ده. شايفين الجمال؟ بصوا كده حاجه كده ما شاء الله. قولوا لي بقى رايكم في الفيديو ده. يلا بصوا هي تتقسم كده الصراحه، لازم تبقى اجمد من كده شويه، بس احنا استعجلنا عليها شويه. هتحط لكل واحد شويه في طبقه كده. انا حطيت دي مربى اللون الاحمر ده. كل واحد بقى هياخد. شايفه روعه، بسيطه وشكلها شيك. شايفين الجمال؟ بصوا قولوا لي بقى ايه رايكم في الجمال ده. لو عجبكم الفيديو وعجبتكم الطريقه، لايك للفيديو، اشتراك في القناه، فعلوا الجرس للكل عشان يوصل لكم منه كل جديد. الف هنا وشفا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.